والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بكم جميعا، يا رب الجميع يكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله أول محاضرة في ورشة الهايبرتنشن. الهايبرتنشن يا جماعة هو لا يقل طبعا خطورة عن الدايابيتس، ولكن ميزته كميديكيشنز وسكيمات إن هو الموضوع فيه أسهل بكتير، والأدوية فيه بفضل الله محدودة جدا، عكس الدايابيتس والأنسولين بقى ومش الأنسولين والكلام ده كله. النقطة التانية، الناس اللي بتحب تقرا من اب تو ديت. اب تو ديت ميزته ان هو مجمع الجايد لاينز او معظم الجايد لاينز، مش مثلا حاجه امريكان او بريتش بس، لا هو مجمع ده وده وده. فدي بيديله قيمه كبيره جدا. عشان كده الناس اللي بتسالني يا دكتور انا عاوز اشترك في اكونت مدفوع، سواء اب تو ديت او اموس او بي ام جي، اللي حضرتك مثلا بتعمل لهم ريكومنديشن او بتحضر منهم الكورسات، وطبعا صعب اشترك فيهم كلهم. فحسب انت في انهي مرحله. والله حضرتك لسه في البدايه، مش في البدايه كايدج، لا، ما في البدايه الاطلاع العلمي لسه جديد وعاوز تعرف بس البيزكس الاساسيه، تمام كده. عندك امبوس وبي ام جي. بي ام جي في حته عبقريه شويه، ان هو اللي بيفتح معاك حاجه حاجه. عاوز الانفستيجيشن كعناوين اهي، عاوز كل حاجه جواها التفاصيل تضغط عليه يدخل لك التفاصيل. فبالتالي لو انت منزله في العياده عندك او تطبيق، يعني انا كنت اعرف دكتور سعودي زميلي لما كنت في السعوديه، كان هو الصراحه من باب الامانه اللي قال لي عليه، ما كنتش مشترك فيه، كنت مشترك في امبوس وباب تو ديت بس. فقلت له بي ام جي ما عنديش فكره، لقيته فاتح الموبايل، قال لي مثلا بروسولوزس تك تك تك، توصل للانفستيجيشن اللي انت عاوزه بسرعه. طيب الديفريشن دايجنوز بتاع دي بسرعه. فسرعه الوصول العبقري في بي ام جي كتطبيق حلو جدا. طيب انا دلوقتي عاوز اوصل بسرعه للتريتمنت والدوزس والانفستيجيشن، بي ام جي حلو جدا. وهو اميل للنايس جايد لاينز، يعني هو نظامه انجليزي اكتر منه امريكان، تمام كده. طيب انا دلوقتي عاوز لا اتوسع. يعني انا مثلا عشان احضر لك حاجه زي الهايبر تنشن انا محضرها لك دي، او الدايابيتس، لا، بي ام جي كل سنه وانت طيب. اب تو ديت بالكلمه بقى. عاوز تتوسع وتقرا وخلقك يعني ما بتزهقش بسرعه، وتقعد تقرا وتفتح الكلام وتكبره وتقسم انت الجمل وتقرا اكتر مره. اب تو ديت. اب تو ديت يساعدك في الوصول السريع للمعلومه ولا بربع جنيه. مفيش الكلام ده الا في الادويه الصراحه، تمام كده. الا في الادويه، في الاشتراك المدفوع المجاني مش هيظهر لك فيه جرعات، المدفوع بيظهر لك فيه. تمام كده. الانبوس بقى لو انت عاوز، يعني بيجمع وسط ما بين الاثنين، بين اب تو ديت وما بين البي ام جي، ولكن عاوز تغطي توبيك حلو قوي بطريقه متستفه ومتنظمه، حلو قوي اموس. لو تقدر طبعا اشترك فيهم كلهم، تمام، انا مش عاوز اطول عليكم في النقطه دي. بس الفكره كلها ان كل واحد فيهم ليه مميزات، بس الاب تو ديت بيبقى محتاج توسع شويه. الشاهد يعني بالنسبه للاب تو ديت، لما تفتح فيه الهايبر تنشن، الناس سامعين تكتب رقم واحد بقى، هتلاقي فيه ارقام كتير جايب لك الجايد لاينز المختلفه. فيا دكتور والله انا عندي في مصر نظام كذا، يا دكتور انا في كندا كذا، يا دكتور انا فتحت سورس كذا، في بعض الاختلافات في الارقام اللي حضرتك ذاكرها وبين جايد لاينز ثانيه. اقول لك ده طبيعي يعني، اللي اي حد بيقرا في الهايبر تنشن الطبيعي في الجايد لاينز المختلفه هتلاقي فيه اختلافات، ولكن مش بعيده قوي. يعني مش هتلاقي ده يقول لك 120 ده بيقول لك 160. واضح يا جماعه؟ هي الفكره زي ما هنشوف دلوقتي مثلا في الدياجنوزس. عندك الاي سي سي او امريكان كولج اوف كارديولوجي مثلا، بتقول لك لا، لو انت عندك السيستوليك بلاد بريشر اكتر من 130، اكتر من او يساوي، والدايستوليك اكتر من 100 من 80، فاحنا كده بنتكلم في مرحله ان احنا داخلين في ستيج 1. عندك الاي اس اتش، انترناشونال سوسايتي اوف هايبرتنشن، قال لك لا، قال لك احنا من فوق السيستوليك فوق ال 140 والدايستوليك فوق ال 90 بنشتغل ان هو ضغط، او بنشخص ان هو ضغط. طبعا التفاصيل لسه جايه، تفاصيل التفاصيل ان شاء الله، بس انا بقول لك لو لقيت اختلاف في الارقام ما تقلقش، احنا مركزين واخدين الارقام دي كوبي بيست من اب تو ديت تحديدا، وكتير جدا من جايد لاينز، بس اشهرها اب تو ديت. حلو كده. فالارقام دي بتختلف من جايد لاينز، ولكن كلها قريبه. اللي احنا بنشتغل بيه بالبراكتس او في البراكتس بتاعنا 140 90، الا لو انت في مكان او دوله او مستشفى ليها بروتوكول معين، والله احنا البروتوكول بتاعنا كذا، خلاص التزم بيه. فاذا احنا ان براكتس سيستوليك فوق او
يساوي 140 دايستوليك اكتر من او يساوي 90، احنا كده هنفكر في الضغط. طيب احنا دلوقتي 140 على 90 يا دكتور هيقيسوا مرة واحدة كده الموضوع خلص المريض اتشخص؟ طبعا لا، إليكم التفاصيل، بس أنا بكلمك كأرقام في البداية. لما نشخص الضغط هل بنعتمد على قياس ولا قياسين أو ثلاث قياسات؟ مريض الضغط ده يا جماعة مش بنهزر معاه. ما ينفعش واحد جاي لك النهاردة، وخصوصا لو هو اتشخص مثلا روتين كده ولا حاجة، جاي مثلا من زيارة واتشخص مثلا هو مش جاي أصلا عشان موضوع الضغط، فانت تقيس له مره مرتين كده وتقول له انت مريض ضغط ابدا علاج، او مره واحده وتقيس تقول له انت مريض ضغط. فاذا موضوع التأني في قياس الضغط مهم جدا. ليه؟ لان عاده المريض هيمشي عليه مدى الحياه. وابقى في سياق الكلام هقول لك مين بعض الحالات اللي احنا ممكن مع الوقت يوقفوا علاج الضغط، دي قصه تانية تيجي في سياق الكلام ان شاء الله. ولكن الطبيعي الى ان يثبت العكس ان هو يفضل عليه مدى الحياه، الا لو حاجه سكندري زي ما هنشوف. بس انا بتكلم عن البرايمري اللي هو بيمثل من 90 ل 95% من الحالات، لا بيفضل مدى الحياه مريض ضغط. فاذا انا بتأنى جدا، بعتمد على القياسات مش بعتمد على قياس الصيدليات. مريض الضغط لو انا كان مشكلتي في المكان اللي انا كنت في العياده عندي في مصر، طبعا بقيس بالمانيوال. لما كنت خارج مصر بيعتمدوا على الجهاز الالكتروني اللي هو اديله 0 من 10، لدرجة إن أنا كنت بجيب التمريض ومدير المركز أقول لهم تعالوا أنت عندكم ضغط؟ لا اقعد، ده يطلع 150 وده 170. ففي بعض الأماكن الجهاز فيها مش دقيق، بعض الأماكن الجهاز فيها مش دقيق، مش معنى إن هو إلكتروني وجهاز شكله كده يخضك ومش عارف إيه وعمال يصفر وشاشة، كتير منها بيبقى جهاز القياسات فيه مش صحيحة. إلا لو أنت خلاص اطمنت ان القياسات بتاعت الجهاز ده صحيحه، ليه برضه هيترتب عليه دياجنوز، هيترتب عليه دياجنوز. انا دلوقتي طبقا للاب تو ديت محتاج 3 قياسات على مدار 10 ل 30 يوم. ال3 قياسات دول يكونوا فوق الطبيعي، وجاي لك هقول لك الارقام كمان شويه، بس انا بكلمك دلوقتي على عدد القياسات. طب يا دكتور ما احنا نقيسهم على مدار اليوم؟ لا. طب يجي لنا كل يوم زي المدرسه القديمه بتاعتنا اللي احنا كنا بنشتغل فيها زمان واحنا في امتياز او طلبه ولسه بنجتهد كده، 3 ايام ورا بعض في 140 على 90 انت مريض ضغط؟ الكلام ده كل سنه وانت طيب، في تحديثات كتير هنقولها في سياق الكلام. فاذا انا محتاج 3 قياسات على مدار 10 ل 30 يوم. يعني ايه يا دكتور على مدار 10 ل 30 يوم؟ يعني على مدار 10 ايام حتى ادنى، يعني في المتوسط يجي لي كل 3 4 ايام يقيس لي ايه الضغط اب تو ديت. والسكرين شوت ديت انا كاتبها لك، وعشان برضه الامانه انا كنت في رقم كاتبه لك 110، لا اب تو ديت كاتبه 120. ما اعرفش اب تو ديت هو اللي غير ولا انا من الاول في رقم من باب الامانه يعني انا كنت كاتبه 110 وهو اب تو ديت كاتبه 120، فهل ده تحديث ولا الخطأ من عندي؟ برضو من باب الامانه بقول لك. بس الشاهد ان الكلام دوت لسه من قبل المحاضره بساعه. قال لك بعض الحالات اللي بيكون فيها القياسات السيستوليك فوق ال 180 او الدايستوليك فوق ال 120 ممكن نشخصهم من مره واحده. دي موجوده في اب تو ديت. عمليا بنشتغل بالطريقه دي. هقول لك المريض من حقه انه على الاقل ياخد له قياسين ل3 قياسات، ماشي كده. ولكن انا بقول لك ده وبقول لك ده. عمليا قياس واحد بنشخص بيه المريض؟ عمليا لا، مش بنعمل كده. ماشي كده، وخصوصا ان المريض هيجي لي تاني. الموضوع سهل يا جماعه الحمد لله، مش بروسيجرز مثلا ولا حاجه مكلفه، الموضوع سهل، اقيس الضغط تاني، ايه المشكله؟ فبالتالي المريض كده كده هيجي لي بانفستيجيشنز. حتى لو خدنا الكلام اب تو ديت في الحته دي، ان بعض الجايد لاينز قال لك ان 180 او ستوليك فوق 180 او داستوليك فوق 120 هشخص بقى ضغط. ماشي يا عم اب تو ديت، انا كده كده المريض هيجي لي تاني بالانفستيجيشنز الاوليه اللي هنجيب سيرتها، ان اي مريض لسه متشخص ضغط جديد هيجي لي اعمل له فحوصات صح، فهيجي لي هقيس له ضغطه تاني. ف... فمبدئيا الموضوع ده مش هناخد مش هنطول فيه قوي يعني. حلو كده طيب. طبعا الجدول المعروف بتاع كلاسيفيكيشن هايبرتنشن، في عندنا النورمال بلاد بريشر سيستوليك اقل من 130، الدايستوليك اقل من 85. الهاي نورمال بلاد بريشر اللي هو اعلى الطبيعي من 130 ل 139، والدايستوليك بيكون من 85 ل 89.
جريد 1 هايبرتنشن من 140 ل 159، والديستوليك من 90 ل 99. جريد 2 هايبرتنشن فوق ال 160، والدايستوليك فوق ال 100. يا دكتور ده هو كل ده كلام نظري الصراحة، وحضرتك بترغي فيه كتير ليه؟ هقول لك برغي فيه كتير لأن ده هيترتب عليه الدياجنوزس. رقم اتنين، زي ما هنشوف إن شاء الله لما نبدأ في الاسكيمات بتاعة الضغط، هتعرف إن بعض القياسات من أول، يعني أنا المريض السلام عليكم وعليكم السلام ضغطه في كل القياسات فوق 160 على 100، أنت هتبدأ بكومباينيشن معاه على طول، هتبدأ بكومباينيشن. وبعض الجايد لاينز الثانيه بتقول لك فوق ال 150 على 90 ابدا بكومباينيشن، وهنتكلم في النقطه دي ان شاء الله بالتفصيل. ماشي، مش بتبدا بقى ايه اللو دوز من اقل نوع بعد كده بعد 5 7 ايام. ويا دكتور اصل انا خواف زي ما انت قلت لنا في الانسولين نبدا واحد، لا. في حاجات لو انت تبع الجايد لاينز بيقول لك ابدا بكومباينيشن. عيان جاي لك ضغطه 170 على 100 و110 اربع وخمس وست مرات، تديله لو دوز من مونو سيراب ازاي؟ يبقى انت كده مش شغال تمام، ولا هتظبط معاه الضغط طبعا. تمام كده، فبرضه ده هيجي في الاسكيمات بتاعتنا. ازاي نبدا؟ مين اللي هيبدا مونوثيرابي، مين اللي هياخد كومباينيشن، مين اللي هياخد تريبل ثيرابي؟ طب بعد ما خد الثلاث انواع ما ظبطش، هدي نوع رابع ولا لا؟ ولو نوع رابع هدي انهي جروب؟ وايه الجروب اللي ليه اولويه لكل قسم؟ ده شغلنا ان شاء الله في الورشه دي. كل الناس هتخرج ان شاء الله فاهمه الكلام ده 100 100 ان شاء الله. تمام. برايمري هايبرتنشن 90 ل 95% من الحالات برايمري، هو كده جاله الضغط بدون اي سبب. طبعا هنشوف في ريسك فاكتورز وفي ناس عرضة اكتر من ناس تانية، بس الفكرة كلها ايه؟ انت عملت فحوصاتك وعملت حاجاتك كل حاجة، هو مريض ضغط مفيش سبب سكندري ولا حاجة. وفي 5 ل 10% من الاسباب سكندري، هي نتيجة سبب ما ضغطه ارتفع، بنعالج السبب ده عادة الضغط بيرجع تاني للطبيعي. تمام. أم، في الفيميلز فوق ال 65 سنة، او سوري الافتر مينيبوز، بتبقى الفيميلز ممكن يزيد عندهم فرص زياده الضغط. بالنسبه للسكريننج، وبرضه ده كلام نظري اكتر منه عملي، لان احنا في عياده الباطنه اي حد بيجي لنا بنقيس له الضغط على طول. بس مبدئيا يعني ان اي حد فوق 18 سنه يعني يركومندد ان احنا نقيس له الضغط. تمام. وبنعمل سكريننج البيشنت اللي هم فوق ال 40 سنه، او اي مريض ضغطه فوق اللي هو في المرحله اللي هو سيستوليك 130 ل 139 او دايستوليك من 80 ل 89. تمام كده بنقيس له الضغط. وزي ما قلت لك مش هنسترسل قوي في الكلام ده، لان نقيس الضغط حاجه سهله، وكده كده بنقيس روتين يعني مش محتاجين الكلام ده كله، بس يعني كلام نظري اكتر منه عملي. اي بيشنت اوفر ويت او اوبيس هنحتاج حتى على الاقل نقيس له الضغط مره واحده. اي شخص فوق 18 زي ما احنا قلنا، ولو طبيعي اقل من 130 على 80، ومفيش كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز، بنقيس تاني كل 3 ل 5 سنين. بس عمليا احنا بنقيس شبه كل زياره مع اخذ الفيتال ساينس سواء في عيادتك. بص في قاعده، الادلتس بتوع البطنه بتقيس لهم الضغط حتى لو هو جاي يكشف على اي حاجه. عندي يا دكتور الم في ظهري، عندي مش عارف الم في جنبي، عندي حرقان في يقيس الضغط ده يا جماعه روتين. ماشي كده. الاطفال روتين انك تعمل ايه؟ ثروت اكزامينيشن، تفحص حلق الطفل. ماشي، فدي حاجات كده خليها بديهيات، لو ما عملتهاش المريض هيحس ان هو ما يعني انت ما كشفتش عليه. ماشي كده. قواعد هامة حوالين قياس الضغط: المريض يكون قاعد مرتاح، ساند ظهره، ايديه مش متعلقه. يا دكتور انت هتقعد تكلمنا في كلام نظري كتير ملوش لازمه، ده هو ده الضغط ده هو ده الدياجنوزس. المريض اللي جاي من شغله ده وماشي ومرهق، او جاي من الجيم، او جاي من عمل بدني، او طالع لك السلم لو انت اخترت مكان عيادتك غلط ما فيهاش اسانسير في دور تاني او تالت في عياده بطنه، والمريض طالع لك والدنيا فاضيه عندك، ويروح داخل لك على طول ولسه بينهج ولسه، وتقيس له الضغط تلاقيه 150 او 160، وتعيش حياتك معاه بقى وتشوف عدد قياسات واب تو ديت وتفتكر، انت كده بنيت كل شغلك غلط. فقواعد قياس الضغط دي انت من اول الجي بي او انت حتى نايب او اخصائي لازم تبقى عارفها. المريض لازم يكون مرتاح،
مش جاي بينهج ولا متوتر، ولا لسه متخانق مع الممرضة عندك، ولا داخل مش عارف سمع خبر وحش بيعيط وانت بتقيس له الضغط. النقطة التانية، قاعد مرتاح ساند ظهره، دراعه مش في الهواء متشعلق كده، دراعه مسنود على المكتب. تمام كده. بفضل ان احنا نقيسه مانيوال بنفسنا. في بعض الأنظمة وخصوصا في الخليج تحديدا بيبقى في فيتال ساينز، وعند التمريض بتقيس له الضغط، وده سيستم محترم ومريح. بس انا بتكلم في حاله ان الجهاز اكيوريت والدنيا تمام تمام. في حاله انك لقيت الجهاز ملخبط، لا، انت بتقيس له مانيوال. وخصوصا لو الجهاز مديله ان هو ضغطه عالي، قال لك والله إن ضغطه طبيعي، خلاص ضغطه عالي، لا قيسه حتى مره مانيوال بحيث تبقى مطمن بدقه القياس. الشاي والقهوه والنسكافيه او اي حاجه فيها كافيين او تدخين قبل قياس الضغط على الاقل يكون موقفها من نص ساعه لساعه، بس حد ادنى نص ساعه. الناس اللي سمعت تكتب رقم 5. بنقيس الضغط في الدراعين وبناخد الاعلى. ماشي. الكاف بتاعتك تكون مظبوطه. هيجي لك في ميلز او حتى ميلز، مش شرط في ميلز، بس بنشوفها اكتر في الفيميلز، وخصوصا الفيميل. في الشتاء بتلاقيها لابسه مثلا عبايه وتحتيها مش عارف جلابيه وتحتيها مش عارف ايه وتحتيها ايه، فحكايه ان هي تشمر، والكلام نفس الكلام في الميلز برضه، يعني مش منحاز ضد الفيميلز طبعا. فيتشمر، فبالتالي مش قادر يتني مش عارف ايه، فضاغط على كل ده بيديك قياس غلط. حكايه ان هو مش رافع آه، الملابس كويس، والملابس اصلا مزنوقه وانت مش عارف تربط الكف كويس، وخصوصا مع كل دوت في نسبه اوبيستي موجوده، فالكف اصلا مش بيقفل، وانت ماسكه بالعافيه، او الممرضه او المريض بيساعدك، هو البتاع هتفك وانتوا ممثلين ماسكينها، كل ده عك في عك في عك، لا يعتد بيه ببصله، سوري يعني. القياسات دي يا جماعه لا يعتبر غير معترف بها تماما. وخصوصا لو انت مش بتقيس روتين كده، وخصوصا بقى ان هو مريض جاي لك مريض ضغط، او جاي يتابع ضغطه عندك، او انت مشخصه ضغط وكاتب له علاج جديد، او زودت او قللت جرعه. فمهم جدا انك يكون عندك كف مقاس مظبوط. المريض ميل او فيميل في اسوأ الاحوال يروح مخرج دراعه بره الهدوم خالص. تمام كده، معلش حضرتك ارتاح او ارتاحي، الممرضة مع حضرتك هتساعدك. أهم حاجة بس يكون الدراع باين قدامنا بوضوح عشان نقدر نقيس الضغط بدقة. خلي حتى لو عندك حد بروفيشنال ممرضة ولا حاجة، لو واحدة مكسوفة ولا حاجة مش عارف إيه، خلي ممرضة تظبط لها النقطة دي. لو هي متمرنة وبتقيس الضغط كويس مفيش مشكلة. لكن في الدياجنوزس أنت اللي هتقيس، في متابعة العلاج أنت اللي هتقيس. تمام كده. آه زي ما احنا قلنا في فرق في الدراعين، هناخد بالقياس الأعلى. فرق في القياسات بيوصل بقى 10 15 ساعات يوصل، ها ده ممكن في وزن نورمال، وهنتابع برضه. لقينا بقى لا ده ضغط فرق هنا 50 وهنا 60، لا، شوف الكوزس او إيه، هنعمل انفستيجيشن وهنتكلم في الموضوع ده يعني في بوست مستقل بعد كده، عشان يعني ما نلخبطش الدنيا وندخل معلومات كتير في نفس الوقت. دي الصورة ديت من اظن اجيب لك من اب تو ديت، او مش فاكر من امبوس، اللي هي القواعد اللي احنا بنتكلم عليها. والدكتور والبيشنت اثناء قياس الضغط مفيش داعي للكلام. تمام كده. الكلام والرغي ان هو بيقيس له الضغط هو بيتكلم او انت بتكلمه، يفضل الصمت، بحيث يبقى نسمع البالس كويس، وفي نفس الوقت المريض دوت ما يقللش ولا او عادة يعني، خصوصا لو هو متعصب ولا حاجة، او اكتف شوية في الكلام، ممكن يرفع ضغطه حتى لو شيء نسبي. دي رولز يعني، غالبا مش هيتأثر، بس دي رولز بنلتزم بيها. ما يكونش عنده رغبة ان هو آه يروح التويليت او حاجة زي كده، بحيث برضو يبقى قاعد مرتاح، مش بينهج، مش باذل مجهود. كل ده مهم جدا. الشاي والقهوة والنسكافيه والكافيين والتدخين كل دوت على الأقل من 30 دقيقة لساعة، الدنيا تبقى فري خالص بالنسبة لنا. تمام. آه، بنقيس الضغط في العيادة زي ما احنا قلنا، محتاجين 3 قياسات على مدار 10 ل 30 يوم طبقا لكلام اب تو ديت. ولكن احيانا الاقي القياسات بتاعة المريض عندي في العيادة
غير عنده في البيت. طب يا دكتور، ما هي دي ممكن تكون دقة في القياس. هقول لك وارد. هقول لك وارد ان هو ده المريض ده ابن دكتور او دكتورة حد شاطر جدا وبيقيس الضغط صح، بس القياسات في البيت غير القياسات في العيادة. انا عندي حاجة اسمها وايت كوت هايبرتنشن. وايت كوت هايبرتنشن ان واحد بيخش المستشفى او المركز الصحي او العيادة، يقول لك انا قلبي بيتقبض، انا ما بحبش اصلا الاماكن دي، بيبقى خايف متوتر، بنلاقيه عندنا في العياده ضغطه مرتفع. يروح البيت والدنيا تمام ويقعد ان ضغطه رجع كويس. او حاجه اسمها ماسكد هايبرتنشن، العكس. ايه ده العكس؟ هو في عيان يجي عند العياده ضغطه كويس ويروح البيت العكس؟ اقول لك ايوه. واحدة عمالة تجري وتتنطط وتزعق لعيالها وجوزها مزعلها ومش عارف مين حماتها مش عارف عاملة ايه، فهي طول الوقت متعصبة وبتصوت في البيت، فتقيس الضغط تلاقيها عالي. تيجي في البيت بقى كده، تيجي لك في العيادة بالليل الساعة 7 8، ريلاكسد، معهاش حد مضايقها والدنيا تمام، وداخلة ومبتسمة وتمام التمام، تلاقي ضغطها كويس. تقول لك ازاي؟ ده انا قايساها الصبح، الدكتور عندنا في مثلا في الشغل قايساهن، فهي في الشغل مثلا متعصبة او باذلة مجهود، او طالعه مثلا العياده بتاعت الدكتوره في الدور التاني والتالت وتروح داخله على طول قايسه الضغط، او متعصبه ومدرسه عماله تزعق للاولاد، او الشاهد يعني، او عامل في مكان شغله بيعتمد على المجهود البدني، او مهندس عمال يطلع الموقع. الشاهد انك ما تستغربش ان في عكس الوايت كوت هايبرتنشن، ان هو بيجي لك العياده مرتاح خلاص، جه من شغله ونام وصحي وزي الفل ومروق زي ما بيقولوا، والعكس في مكان شغله او في مكان بيته كان في ما يستدعي ان ضغطه يكون مرفوع، فبالتالي عكس الوايت كوت هايبرتنشن اللي هو الماسك هايبرتنشن، ده بنشوفه في الحالات اللي ذكرتها لك. طب نعمل ايه بقى؟ ده هو في البيت ضغطه 160 وعندي في العياده 120، او العكس عندي في العياده ضغطه 170 وفي البيت ضغطه 120. نعمل ايه؟ والله لو القياسات والسبب واضح، احنا خلاص مش محتاجين الجهاز اللي هو امبيولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج دوت، اللي هو الجهاز ضغط زي ما انت شايف الكتروني، بيقيس الضغط على مدار 24 ساعة. مش بس دلوقتي، هو بقى وهو فرحان زعلان نايم صاحي، الجهاز كل فترة بتلاقيه اشتغل راح يقيس. تمام. فهو بيشتغل وبيقيس الضغط زي ما احنا كاتبين كل ربع نص ساعة تقريبا في الافريج دوت. بيلاقي هو بيسمع صوت الجهاز كده، وبيلاقي ايه الكف بيحس بيه ان هو في حاجة بتضغط عليه، ان هو بيتنفخ كده عشان بيقيس له الضغط، وبعد كده يفضي الهواء تاني اللي جواه، وهكذا. الشاهد ان ده مش بستخدمه روتين مع كل حالات الضغط، الا لو الحالة انا عاوز بقى ايه، مش عارف لها سبب. مش عارف لها سبب. يعني مثلا واحد عنده اعراض هايكروموسايتوما، suspected episodes او episodic hypertension، فده انا عاوز اشوف هو بيعرق وعنده دقات قلب سريعه وضغطه بيوصل فوق ال 200 مش عارف، والدايستوليك بيطلع لي فوق ال 120 وساعات 130. فده لا، ده اشوف قصته ايه بالظبط. تمام كده. وغالبا برضو الصراحه ده بيتكتب بعد ما الحاله بتحولها كارديولوجيست، هو اللي بيكتب له القصه دي وبيتابع معاه، لان غالبا بتبقى حاله مش سالكه قوي يعني. ماشي. ساعات بعض الحالات اللي بيحصل لها بوزيشنال هايبوتنشن، او بيحصل لها اغماءات او سايد افكت عنيفه قوي مع علاج ضغط وغيرته فبرضه الصراحه ده نظريا بياخد الجهاز ده عشان يشوف ضغطه على مدار اليوم، بس برضه عمليا الصراحه بنحول دكتور كارديولوجي هو اللي بيتابع معاه. يعني الحاله دي تحويلها مكسب ليك الصراحه. ماشي. سسبكتد ماسكت هايبرتنشن زي ما احنا ذكرنا، لو الدنيا مش واضحه قوي. ريزيستنت هايبرتنشن، الضغط مش عاوز ينزل تماما. هايبوتنسيف سيمبتومز وايل تيكينج انتي هايبرتنسيف ميديكيشنز، الناس اللي كل شويه ضغطها بيوطى وهي بتاخد العلاج. فالشاهد يعني ان عمليا او نظريا ده الكلام اللي مكتوب في المراجع. عمليا انت حسب تقييمك للحاله، ولو الحاله وصلت للمرحله دي عاده الصراحه احنا بنحول الدكتور الكارديولوجي هو بيتابع معاه. الناس اللي سامعاني تكتب رقم واحد بعد الظهر.
برايمري هايبرتنشن، وهو تقريبا معظم الحالات اللي احنا بنشوفها في العيادات عندنا. ولكن هل في ريسك فاكتورز بتخلي في مريض عرضة اكتر من مريض تاني للضغط؟ اقول لك اه. في حاجات نقدر المريض يقدر يتحكم فيها، وفي حاجات قدرية كده غصب عنه مش هيقدر يتحكم فيها. يعني عنده بص فاميلي هيستوري، هيعمل فيها ايه دي؟ والده او والدته مثلا عندهم ضغط مثلا، هيعمل فيها ايه دي؟ تمام كده. ادفانسد ايج، في هو عند سن معين، مثلا بعض البيشنت مثلا البليكس، هو مثلا ممكن يكون عرضة لغيره، وزي ما احنا هنشوف اكتر من غيره هنشوف الادويه الفيرست تشويس بتاعت الناس البلاكس غير بعض الناس التانية. آه، زي ما احنا قلنا فاميلي هيستوري، وفي فاميلي هيستوري في هايبرتنشن او بريماتيور كارديوفاسكولار ديزيز، او البيشنت ديسليبيديميك، او ان هو دايابيتك. ماشي. طبعا ان هو ان هو دايابيتك يعمل كنترول دايابيتس، بس دي هو بالفعل دايابيتك خلاص يوم ما تشخص ضغط. وفي حاجات بقى ايه يقدر المريض ان هو يتحكم فيها، زي موضوع الاوبستي. حاجه يقدر ان هو يظبط اكله ويمشي على نظام معين. تمام. الدايابيتس هنا ان هو نقصد فيه الكنترول، مش ان هو جاله المرض او لا. تمام، ان هو يبقى ايه كنترولد دايابيتك بيشنت. سموكينج طبعا، ديسليبيديميا، كرونيك كيدني ديزيز لو هو الكحوليك، لو بياخد املاح كتير في الاكل بتاعه، فيزيكال ان اكتيفيتي، عنده سيدنتري لايف كده، ما بيتحركش من العربيه مش عارف للايه لايه، اللي ما شبه ما بيمارس اي رياضه حتى او مشي. تمام. سايكولوجيكال ستريس، كل الحاجات ديت بنتكلم ان مريض بتخليه عنده ريسك فاكتورز، عرضه لان هو يجيله الضغط اكتر من غيره. اب تو ديت قال حته حلوه قوي، وبعض المراجع والدراسات اتكلمت على اليوريك اسيد وعلاقته بالضغط المرتفع. هو ايه يا دكتور اللي خلاك تدخلنا فجأة كده في الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشن لسه جاي عليها الدور ان شاء الله، كمان من كام دقيقة هنتكلم عليها لو هو اتشخص. بس بقول لك ان بعض الحاجات او بعض الانفستيجيشنز اللي هنطلبها مع التحاليل الأساسية، هنطلب سيرم يوريك اسيد، وجدوا ان في علاقة ما بين ارتفاع حمض اليوريك وما بين الضغط. ايه ده؟ هو مش السيرم يوريك اسيد بيساوي جوت؟ هقول لك لا. الجوت تشخيصه كلينيكال، الجوت مين اللي تشخيصه كلينيكال؟ والدليل ان تقريبا شبه معظم المراجع كاتبه ان لو في اعراض جوت والسيرم يوريك اسيد نورمال، عالج. حتى لو سيرم يوريك اسيد نورمال بس طالما في اعراض، والعكس، بنلاقي ارتفاع في السيرم يوريك اسيد ومفيش اعراض جوت، ما بنعالجش الا عند ارقام معينه اختلفت فيها المراجع. ميديسكيب مثلا كاتب عند رقم 11 عالج. ولكن انا بالنسبه لي بعض الحالات بتاعه مرضى الضغط، لما تلاقي السيرم يوريك اسيد عالي ومفيش اعراض معينه عند المريض ده، انتبه لليوريك اسيد. بعض دكاتره الباطنه بتدي ادويه تقلل السيرم يوريك اسيد، ودي الكلينيكال نوت اللي بقولها لك، بتلاقي مثلا كاتب له الوبرينول مثلا، او ادويه من الادويه اللي هي بتقلل السيرم يوريك اسيد، فبتساعده نسبيا في تظبيط الضغط، مع طبعا الهيلث اديوكيشن. قلل من اللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء يا جماعه على فكره ما بيجيش من كترتها الا كتير جدا من الامراض. يعني اللحوم الحمراء لو حبيتوا تقراوا عنها يعني، مش من ضمن الحاجات الحلوه قوي. يعني اي نعم على ناس كتير جدا بتحب اللحمه ومش عارف ايه، بس اللحوم الحمراء الكثره منها مش حلو. فبنقول للبيشنت، مش بحذره من اللحوم الحمراء بالمناسبه، بقول له قلل من اللحوم الحمراء، قلل من الكبده. الحاجات دي مفيده بالمناسبه، انا بتكلم في سياق معين. ما حدش ياخد من كلامي احنا بنحذر من اللحوم الحمراء ولا بنحذر من الكبده. الحاجات دي فيها قيمه غذائيه محترمه، وحتى بين قوسين طعمها حلو لذيذه يعني. مش بنتكلم في كده، بنتكلم ان التقنين بعض الحالات دي بصفه عامه، وبصفه خاصه في بعض الحالات لما بتلاقي السيرم يوريك اسيد، حتى البروتينات النباتيه زي الفول والفلافل والعدس. تمام. بقول الكلام ده ليه؟ ثقافه بعض الشعوب هو ممكن يفطر كبده مثلا، سندوتشات كبده. تمام. زي بعض الدول العربيه الكبده دي شائعه جدا في الفطار. مش احنا عندنا في مصر اكتر الفول والفلافل مثلا، في ناس تانية العدس. كل الحاجات دي ممكن ترفع يوريك اسيد.
ماشي. اللحوم الحمراء، في ناس شبه يوميا بتاكل مشتقات اللحوم حسب ظروفها بقى الاجتماعيه او الماديه، او حسب هي بتحب ايه وما بتحبش ايه. فالشاهد ان الكلام ده اتقال في سياقه، مش في سبيل، مش في سياق التحذير العام يعني. فوجدوا علاقه ما بين اليوريك اسيد وارتفاعه والهايبرتنشن، وهنتكلم ان شاء الله في الانفستيجيشن لما يجي وقتها. سيمتومز وساينس اوف هايبرتنشن. هو ايه اصلا الحاجات اللي ممكن يجي بيها المريض اشتبه ان هو عنده ضغط عالي؟ شيست بين. ممكن المريض اصلا هو جاي عن شيست بين بقى يقيس ضغطه، ايه ضغطه عالي مثلا. تمام. ديزني مثلا، بالبيتيشنز، بريفرال اديما، هيديك، لير ديفيجن، هيماتوريا، ديزنس. كل الحاجات ديت ممكن تحصل مع بعض المرضى. واشهر حاجه بتجيلنا في العياده ان المريض عنده دوخه او عنده صداع، او احيانا بيجيلنا بإبستكسس، بتلاقي المريض عنده رعاف. تمام. عشان كده مهم جدا انك اي مريض عنده رعاف او إبستكسس، نزيف من الانف يعني، وخصوصا تحديدا في الادلت، يعني بنشوف موضوع الضغط ساعات ده بيكون فيرست برزنتيشن. لسه سامعني؟ تكتب رقم واحد بعد اذنك. في اسباب سكندري كاتبها لكم، اقرأوها. ولكن انا عاوز اعرفك ان العين البرايمري بالنسبه لي يعني انا، هو الدنيا ارحم بالنسبه لي ما يكون سكندري. سكندري ديت غالبا او كتير جدا من الاسباب بيكون جاي لنا بكارثه كبيره او مشكله كبيره. الجدول دوت انا كاتبه لك، والجداول دي موجوده في اب تو ديت. اقرأوها. لما بقول يا جماعه اقرأوها، مش ان هي حاجه ملهاش لازمه زي احنا طلبه كده اقرأوها نشطب عليه، لا، اقرأوها يعني ايه، هي قراءتها هي شرحها. بس الجدول ده عجبني قوي، جبته لك من اب تو ديت، بحيث كاتب لك السبب، و آه، بتلاقي السيمتومز او ازاي تفكر فيه او ازاي تشتبه فيه. مهم جدا ان الجدول دوت تطلع عليه كويس جدا. وطبعا مهم جدا ان احنا نعرف الادويه المسؤوله عن رفع الضغط. هنتكلم دلوقتي عن الانفستيجيشن الاول. الانفستيجيشن بتاعت الضغط، المريض اسناله ضغطه فوق، او 3 مرات، سوري مش فوق 3 مرات، اسناله ضغطه 3 مرات طلع فوق القياسات. مش هقول لك الارقام دلوقتي لان هي لسه في تفاصيل، هيجي وقتها ان شاء الله كمان شويه صغيره. لقينا ان المريض ده خلاص مريض ضغط، من فضلك ايها البيشنت اللطيف اعمل لي انفستيجيشنز الاتيه. اول حاجه اعمل لي تحليل يورين اساسي، اشوف البروتين، اشوف البلاد، اشوف يعني بناخد ايه نبذه بسيطه جدا عن تحليل سهل زي تحليل يورين. بطلبه اول حاجه، وبطلب معاه السي بي سي. هل ارتفاع الهيموجلوبين خصوصا عند المدخنين واتش سي تي، هل ده ممكن يكون ليه عامل في ارتفاع الضغط؟ احيانا طبعا. رينال فانكشن طبعا طبعا طبعا. بطلب بوتاسيوم، صوديوم، يوريا وكرياتينين، والسيرام يوريك اسيد. وزي ما ذكرنا السيرام يوريك اسيد ذكرناه من شويه بطلبه ليه. وطبعا تحليل الروتين زي ما احنا قلنا في كورس التحاليل، في فحوصات بطلبها روتيني. يعني دايما اي حاجه، دايما في كورس التحاليل في المقدمه قلنا ما تطلبش تحليل الا لو انت عارف هتطلبه ليه، ولو نورمال طمنك على ايه، ولو عالي او واطي ممكن يدل على ايه. تمام. فقلت لك ما عدا حاجتين، السي بي سي والراندوم بلاد شوجر، دول بيطلبوا روتين في اي حاله محترمه. مش اي حاله تعبانه وخلاص، ما ممكن طفل عنده زور وتطلب له اي حاجه وخلاص، لا. زوره بيوجعه مثلا. انا بتكلم على لور ليم اديمه، حاله هايبر تنشن متشخصه جديده، حاله ضغط، حاله سوري حاله سكر، حاله اي حاجه من الحاجات اللي هي الايه ذات ثقل يعني. فبطلب من ضمنها السي بي سي والراندوم، دول شبه روتين في الحاجات الاساسيه. تمام. ليبيد بروفايل، وطبعا محتاج صيام من 10 ل 14 ساعه. وكلمتكم قبل كده على الحته الجدليه، يا دكتور ده النايس جايد لاينز بتقول لك مش محتاج صيام. واصلا ان هو الكوليسترول نفسه يا جماعه مش محتاج صيام كتحليل كوليسترول، بس بنتكلم كليبيد بروفايل. بقيه الايتمز اللي معايا احنا مش بنتكلم في كوليسترول بس. فالنايس جايد لاينز قالت لك يا عم لا مش محتاج صيام، بس لو طلع عالي تعيده صايم. فاحنا حتى ساعتها علقنا، قلنا يا جماعه احنا المريض رايح وجاي سواء في مركز صحي او في مستشفى عشان يروح ويجي
او سواء ان هو عمله على حسابه. طب وليه الفيلم ده؟ فانا بقول للمريض الصراحه صيام 10 ل 14 ساعه، وفي نفس الوقت الفاستنج عندي اكتر حاجه بتكون اكيرت بتبقى من 8 ل 9 ساعات من الصيام مفتوح، فبقول له 10 ساعات واعمل لي ده واعمل لي ده. فصيام 10 ساعات في الانفستيجيشن دي بتبقى مهمه، بتفيدني ان انا عملت فاستنج. طيب يا دكتور انا رحت صايم 12 ساعه، ركز معايا، ولقينا الفاستنج 105 ولا 110، هتقول له ايه ده الفاستنج بتاعك عالي وانت كده بري دايابيتك وتعيش بقى في، لا. هو احنا عندنا الصايم 8 ل 9 ساعات، 10 ساعات حد اقصى عاده. وصلت لي ل 12 ساعه بقى و14 ساعه، زي ما ذكرنا قبل كده في الدايابيتس الستريس هرمونز بتشتغل والجسم بيتعامل عادي خالص، فده بالنسبه لي هو اقرب منه للراندوم مش للفاستنج. مش الفاستنج ان هو معنى صح ان هو ما بياكلش، لا. هتلاقي واحد صايم في بدايه صيامه مثلا 8 9 ساعات، ممكن الاقي سكره 90، ممكن قبل الفطار اقيسه الاقي 115. مش الجهاز بايظ ولا في حاجه وهو ما اكلش، لا، هو جسمه الستريس هرمونز بدأ مش عارف الليفر اشتغل ايه، طلع لي شويه جلوكوز في القصه المعروفه اللي كلنا عارفينها، ان في الاخر ان احنا عندنا الفاستنج من 8 ل 9 ساعات، اخر 10 ساعات. فوق ال 10 ساعات الصراحه بعتبره راندوم اكتر منه فاستنج. ماشي، لقيت الرقم مش مريحك، خليه يعيد الفاستنج تاني. لان الفاستنج بقى عادي زي ما احنا قلنا في القصه بتاعت السكر، يعطل بقى هيموجلوبين اي 1 سي وتقع بص براندل ويمشي في سكه السكر، دي قصه تانيه. وبنعمل له اي سي جي. والله الاي سي جي لو العيان ظروفه ماديه تعبانه والدنيا مش تمام، ممكن نأخره، ولكن الصراحه آه الكلام بدأ يختلف. يعني اعمل اي سي جي، اعمل اي سي جي، وخصوصا لو المريض ده عنده اكتر من ريسك فاكتورز، هو دايبيتك ومهمل وسموكر وديسليبيديميك، فالصراحه اعمل له اي سي جي. اعمل له اي سي جي، تمام، بحيث يبقى انت مطمن على المريض بتاعك. اديشنال انفستيجيشنز كنت عامل لها. بص دي في حاله السكندري، وبعض الحاجات لو انت شكيك في نير ارتس كنت حتى عامل بوست في القناه بتاعت النوتس، هبقى انزل لكم على الجروب لو حد، لو انتم مش متابعين النوتس يعني. كنت عامل انفستيجيشن مطوله كده للبيشنت، لو انت سسبكت او انت اشتبهت في سكندري هايبرتنشن. الناس اللي سامعيني تكتب رقم واحد، ما تقلقوش احنا لسه داخلين في الارقام والادويه والكلام بفضل الله الحلو ده كله، بس دي كلها حاجات تاسيسيه، كل كلمه من دي تاسيسيه وتو ذا بوينت، ده في البراكتس ده اللي احنا بنشتغل بيه. في ادويه معينه ممكن ترفع الضغط، عندي طبعا الاورال كونتراسيبتيف بيلز، طبعا دي من اشهر الحاجات اللي ممكن ترفع لي الضغط. المسكنات نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، انتي ديبريسنت طبعا دي مشهوره جدا، تلاقي واحد بياخد علاج نفسي ولا حاجه وخصوصا ترايسايكليك انتي ديبريسنت، بتلاقي هو اصلا ممكن مش مريض ضغط فجاه ضغطه يرتفع. عشان كده الدكتور اللي ما بياخدش دراج هيستوري هو دكتور مقصر في حق المريض، وخصوصا لو الشكوى متعلقه بسايد افكت. الدكتور اللي ما بياخدش هيستوري دراج هيستوري كويس من المريض دكتور مقصر في حق نفسه وحق المريض. ليه؟ زي ما قلت لك ساعات بيكون الكومبلين نفسها هو عنده دوخة وجسمه سايب بقى فترة، وانت عايش بقى في جو مش عارف ايه ده ديزنس ومش ديزنس، واعمل لي كذا والسكر وبتقف كام ساعة، كل ده حلو وظريف. بس هو ممكن من كام يوم دكتور ان تي، او هو كان عنده دور برد عمال بياخد مثلا انتي هيستامينيك، وخصوصا بياخد اولد جنريشن، هو كان عنده وسواس قهري او عنده انكزايتي، وحد ماشيه مثلا على ادويه معينه مسببه له النعاس. فالشاهد الدراج هيستوري مهم جدا جدا جدا. بيدخل حمام كتير، يقول لك انا شكيت ان عندي سكر، يا عم الحاج ما انا اللي كاتب لك الاكزامايد بنفسي، ما انا مديك دايوريتك، ما انا هيدخلك الحمام كتير. فهو فجاه شك عنده سكر وانت ماشي معاه في القصه، وانت وانت اللي كاتب له اكزامايد، او هو لسه اول مره يجي لك وما ما سالتوش انت بتاخد علاج ايه ولا جرعه ايه. ماشي كده. الكورتيكوسترويدز طبعا دي كونجستنت، ودي هتشوفها كتير، تلاقي مريض بياخد دواء برد. الدواء برد ده يا حاج عبارة عن ايه، او يا باشمهندس عبارة عن ايه؟ والله المجموعة اللي هي بتتباع، او اللي هو، وطبعا ده عك موضوع المجموعة، حاطط لي واحدة مضاد كارثة، مضاد حيوي مع مش عارف مسكن مع فيتامين سي اللي ملوش اي لازمة خالص في دور البرد خالص. ماشي، اتفق او اختلف معايا يعني. عمليا حتى مش هقول لك بقى شغل السوق، انا في حاجات بقول لك تحت بير السلم، بس انا بقول لك ايه عمليا بتنفع في حاجات، ما هي
لا عمليا ولا واقعيا. اديله فيتامين سي الصبح بيقوي المناعه. هقول لك خليك في الحاجات الطبيعيه، اليوسفي والبرتقال والليمون، دي ماشي. عاوز تديه هو ما فيهوش مش هيضره، بس انا بكلمك ككلام علمي يعني. ماشي. فبتلاقي بياخد حاجه اسمها سودوفيدرين، اللي هو زي اللي موجود في كلارينيز، 1 2 3 كونجستال ساين اب، باختلاف بقى الناس واماكنها، كل واحد في اي دوله هتلاقي الماده اللي فيها سودو افيدرين. وغالبا مبقاش موجود لوحده. السودو افيدرين عاده بيكون مع الانتي هيستامينيك، عاده بيكون مع الانتي هيستامينيك. وبعض الشركات بتكون حاطه معاه انالجيسيك، زي مثلا الكونجستال او ال 1 2 3. يعني هتلاقي فيها ايه 3 حاجات مع بعض كده. انا عاده الكومباينيشن بيكون انالجيسيك، انتي بايريتك، مع انتي هيستامينيك، مع دي كونجست. هل يا دكتور ادويه الحساسيه طب العاديه ممكن تعمل لنا مشكله؟ اقول لك لا. غالبا الزيرتك والتليفاست، زيرتك اللي هو سترزين، تليفاست اللي هو فيكسوفينادين، او الحاجات دي كلها ملهاش علاقه بالضغط المرتفع. انا بتكلم على السودو افيدرين اللي هو سيستميك دي كونجست، اللي هو ممنوع لمرضى القلب، ممنوع لمرضى الضغط، ممنوع اثناء الحمل، ممنوع اثناء الرضاعه. يقال، ده مقال قرأته، مش لا يرقى ان اقول لك ده بحث علمي وقرأته في اب تو ديت، لا. ده مقال قرأته من حوالي اكتر من 10 سنين، ان الاسباب الرئيسيه، الناس اللي فيكم كبار شويه او قدام شويه، دفعات قديمه زيي، كنا زمان الادويه بتاعه البرد بتاعه الاطفال اللي فيها اللي فيها سودو افيدرين، زي الكونجستال والتريامينيك والحاجات دي، كانت موجوده من 6 شهور، لدرجه بعض كانت الشركات عاملاها نقط دروبس اصلا عشان تديها الرضع. وكانت موجوده من عمر سنه وسنه ونص وبنشتغل بيها. ماشي. فجاه معظم الجايد لاينز والابديتس والشركات بتاعت الادويه قال لك مش قبل عمر 6 سنين، وبعضهم قال لك من عمر سنتين. يقال، ده مقال انا قراته، يقال ان لقوا بعض الوفيات في حديث الولاده الرضع بدون سبب واضح. ولما بحثوا لقوا ان بعض الامهات اثناء الرضاعه اللي كانت مرضعات نفسهم كانوا بياخدوا ادويه برد فيها سودوفيدرين، سببت الوفيات لبعض الرضع. هل ده كلام من مرجع محترم انا قراته؟ انا بقول لك ده مقال قراته لاحد الزملاء بس. فهل ده السبب الحقيقي ولا لا؟ الشاهد ان حاليا بنتكلم من سنتين، وبعض المراجع بتتكلم في 4 سنين اللي هو سودوفيدرين يعني، وبعضها بيتكلم من 6 سنين. مش وقته يعني، بس انا قلت شيء بشيء يذكر يعني. وبعض الانتاسيدز اللي فيها صوديوم احيانا ممكن ترفع الضغط، الاسروبويتين، يعني بعض الحاجات الانفيتامين والحاجات دي يعني مش الادويه الشائعه قوي، بس انت ممكن تلاقي البيشنت بياخدها يعني. بوزيشن الهايبوتنشن، وارد ان المريض بيحصل عنده ان هو مع تغيير وضع راسه، يبقى نايم ويقوم او يسجد مثلا ولا حاجه، يحس الدنيا آه، لفت بيه شويه. بشخصه ازاي ان اعرف ان هو مش مشكله في الاير ولا حاجه، ان هو بوزيشنال هايبوتنشن؟ بقيس ضغط المريض دوت وهو قاعد عادي خالص، تمام كده. واول ما المريض يكون قاعد وقياسه تمام، اخليه مثلا يقوم يقف واقيس ضغطه تاني، الاقي عندي السيستوليك بالنسبه لي قل 20 فاكثر، والدايستوليك قل 10 فاكثر. يعني مثلا لو هو قاعد لقيت مثلا ضغطه كان 130، ماشي. اول ما يقيس ضغطه خلاص 130 والكف لسه في الدراع وكل حاجه، اخليه يقوم يقف واروح قايس ضغطه تاني، ماشي. بلاقي السيستوليك قل 20 فاكثر، او الدايستوليك قل 10 فاكثر، تمام كده. ودي طبعا سايد افكت مشهور عند بعض المرضى احيانا كمان بقى لما يكون هو اصلا هايبرتنسيف وبياخد العلاج. وخصوصا الموضوع شائع في الالدري، الناس اللي هي بتبقى فوق ال 65 سنه. وايت كوت هايبرتنشن ذكرناه في بدايه كلامنا. الماسكد هايبرتنشن العكس، اللي هو بيكون في حد هو في العياده عندك ضغط كويس، وبره العياده هو ضغطه عالي. وذكرنا السبب ليه، انه بيقيس ضغطه في الشغل، حد متعصب، واحده في البيت مثلا عندها ستريس شويه، بتزعق الاولاد، بتبذل مجهود كبير،
او واحد برضه هتشيل ليه يا دكتور؟ انت عملت له واحده واحده، ما مش واحد خالص، ما لا، واحد او واحده يعني. تمام. آه... تمام. الجدول دوت احنا ذكرناه في الاول. الناس اللي سامعين تبدا رقم واحد، عشان وقت احنا هنقول اهم حته في المحاضره كلها. امتى ابدا علاج ضغط طبقا للاي اس اتش؟ اللايف ستايل موديفيكيشن ده مفيش خلاف عليه، اللي هو من فضلك قلل الاملاح في اكلك، البروتين والحاجات دي كلها قلل منها، مش هنمنعها يا جماعه، تمنعوش، لا مش ممنوعه ولا حاجه. ماشي. قلل من الزيوت والدهون والمقليات، النشويات في الوسط، بس ما تكترش قوي من الرز والمكرونه دول بطريقه او باخرى هيزودوا وزنك، وبطريقه او باخرى هيرفعوا سكرك، بطريقه او باخرى هيعمل لك مشاكل تانية. تمام. امشي كل يوم نص ساعه، و WHO خلاص مؤخرا قال لك الحد الادنى للاكسرسايز لاي بني ادم هو مشي اسبوعين 150 دقيقه، يعني 30 دقيقه يوميا، 5 ايام في الاسبوع على الاقل. يعني الرياضه يا جماعه مش نشترك في الجيم وانه يروح النادي وانه يشوف اشتراك، سواء بقى يملك او لا يملك يشترك، او حتى كتير من الناس تملك بس ما عندوش وقت اصلا، لا، المشي. تمام كده. الكلام ده مهم يا دكتور ولا كلام نظري؟ الكلام ده مهم. هو الكلام ده يا دكتور فعلا بيأثر على ضغط الناس وسكرهم وكتير من الامراض والديسليبيديميا؟ هقول لك ايوه ايوه ايوه، الكلام ده مهم يا جماعه. ياكل ايه ويشرب ايه ويقلل من الدهون ويقلل من الفاست فود ويمشي كل يوم نص ساعه ويكتر من الخضروات والفواكه معنا بعض الحاجات اللي ممكن تزود الوزن زي التين والعنب. التمر، المانجا مش ممنوعين، بس ما يزودش منهم، ما يزودش منهم. يعني المريض ياخد له تفاحه تفاحتين، ما فيش اي مشكله خالص. ثمره فاكهه، يوسفي، برتقان. اليوسفي والبرتقان على فكره عاده مش بيرفعوا الضغط، ماشي، بس اي حاجه الاسراف فيها مش حلو. بس بنتكلم ان الاملاح اللي فيهم مش اللي هي ايه، اوعى تاكل برتقان، اوعى تاكل يوسفي، مش اي حاجه حادقه يعني ترفع الضغط وخلاص يعني. بس يوسفي برتقان مش تبعنا يعني، ما فيش مشكله منهم. لايف ستايل موديفيكيشن. وتعالى بقى اقول لك ايه الارقام اللي لو لقيتها هبدأ علاج ضغط مع بعض الناس، وناس تانية لا. الناس اللي ضغطهم السيستوليك من 140 ل 159، يعني بمعنى أصح أقل من 160، والدايستوليك من 90 ل 99، يعني بمعنى أصح أقل من 100، إمتى يبدأ علاج ضغط وإمتى ما يبدأش؟ مبدئيا قاعدة رقم واحد: الناس اللي ضغطها 160 السيستوليك فأكثر، الدايستوليك 100 فأكثر، ده في كل ده هيبدأ علاج ضغط مفيش خلاف عليه. الجايد لاينز اختلفت على ايه؟ الناس اللي هي ما بين 140 ل 160، ركزوا معايا، وما بين اللي عندنا الدايستوليك بتاعهم من 90 ل 100، دول اللي فيهم الخلاف. امتى يبدأ علاج ما يبدأش علاج؟ قال لك فوق ال 140 على 90 وعنده ريسك فاكتورز قوية، طبعا اندي اورجان دامج، ان هو يكون دايابيتك، كارديو فاسكولار ديزيز، انه عنده كرونيك كيدني ديزيز، ده فوق 140 على 90 ده هيبدأ علاج مفيش خلاف عليه. الخلاف على مين؟ الخلاف اللي هو واحد من 140 على 90 لحد 160 على 100 وزي الفل وهيلسي و100 100. تاني، اي مريض فوق 160 على 100 عنده كرونيك ديزيز ما عندوش كرونيك ديزيز، ده يا عم هيبدأ علاج ضغط. ماشي. اختلفوا على مين؟ اختلفوا على اللي فوق ال 140 على 90 وزي الفل، واحد او واحده جالك العياده، ده هو كان عنده برد ولا كحه ولا كان جاي بسبب الم في ضغط، اي سبب من الاسباب، جاي ياخد تطعيم، جاي اي سبب، ماشي، ولقينا ضغطه، لقيناه 150 على 95 مثلا. طب انت عندك سكر؟ لا. طيب انت عندك اي مشكله كاردياك ولا حاجه؟ لا. كرونيك كيدني ديزيز؟ لا. في اي علامه من علامات اندو اورجان دامج او حاجه ما فيش اي حاجه، زي الفل. ده لايف ستايل موديفيكيشن لمده ل3 ل6 شهور، وقيمه تاني. طيب
واحد بقى نفس الواحد ده، لا يا دكتور اه انا عندي سكر، انت فوق 194، مش هنهزر معاك، علاج على طول. يا دكتور والله انا عندي كرونيك كيدني ديزيز، علاج على طول. انا يا دكتور مركب دعامه او عندي مش عارف ايه وكان عندي صمام، علاج على طول. الناس اللي فهمت الحته دي تكتب رقم واحد. تاني انا عارف اللي انتوا عارفين، بس معلش هعيد وازيد عشان تحفظوها في معايا دلوقتي. فوق 160 سيستوليك او مش واي يا جماعه، مش واي، او ديستوليك فوق 100 على طول، ده مفيش خلاف عليه. 140 على 90، تعالى يا استاذ، تعالى يا استاذ، حضرتك عندك في ريسك فاكتورز، كرونيك كيدني ديزيز، دايابيتيك، اي علامه من علامات الاند اورجان دامج، كارديو فاسكولار ديزيز؟ لا، زي الفل، ودي هتشوفها. ايه الاخبار يا استاذه فلانه؟ والله يا دكتور انا بيجي لي صداع شويه ودوخه شويه. انت عندك كام سنه؟ وتلاقي غالبا مثلا عندها مثلا 30 35 سنه. طيب في عندنا اي مرض مزمن كذا او كذا؟ مفيش اي حاجه، بس بيجي لي دوخه وصداع، تلاقي الضغط مثلا 150 على مثلا 90، 155 على 95. تمام كده؟ اه ماشي. يا دكتور انا مش حابب اخد علاج، انت بالله عليك انت هتكتب لي علاج ولا ايه؟ لا انا اصلا مش هكتب لك علاج طبعا، تقديرا لرأي حضرتك، بس مش ده السبب الرئيسي. انت محتاجه اسلوب حياه. انت طبعا عماله تاكلي مش عارف في ايه وتاكلي في ايه ونظبط كذا، ارجوكي، وغالبا هتلاقي واحده اوبيس، او مش واحده اوبيس، ساعات بتلاقي واحده اوبيس او في حد اللايف ستايل موديفيكيشن، سوري اللايف ستايل بتاعه محتاج لايف ستايل موديفيكيشن، هي دايما طول الوقت متوتره، ستريس، عماله تزعق، عماله تتخانق، متعصبه لاي سبب. ف هيلث education، نقلل من الدهون، نقلل من الزيوت، نقلل وزننا. كل 5 ل10 كيلو المريض بيخسهم، ممكن ينزلوا معانا من 5 ل10، وأحيانا بتوصل ل20 و30 من السيستوليك والديستوليك. ده عمليا كلام صح؟ أيوه كلام صح. تمام كده. الدياجنوزس بتاعنا يا جماعة مبني على ال3 قياسات، مفيش خلاف عليهم، مش على قياس واحد. ماشي يا جماعة، الناس اللي بتسأل الكلام ده كله مبني على القواعد اللي فاتت. ماشي كده. مفيش حد من دول بقياس واحد هقول له تعالى، 3 قياسات. ماشي كده بالشروط اللي احنا ذكرناها. فوق 160 على 100، ابدأ علاج. طب هو او هي ما عندهمش كرونيك ديزيز، وخدنا لايف ستايل موديفيكيشن 3 ل6 شهور ومفيش فايده. هو انت مين قال لك ان اللايف ستايل موديفيكيشن كل الناس بتلتزم بيه؟ هي طول الوقت مصدعه، ايه ده يا دكتور انت عمال تقول مصدعه ودايخه؟ هو لو مش مصدعه او مش دايخه مش هنبدا علاج؟ هنبدا علاج سواء البيشنت سيمتوماتيك اور نوت. بقول للمريض بتاعي انا بعالج الضغط العالي مش عشان الاعراض اللي بيعملها لك. لو انت عندك صداع انا ممكن اديك 100 مسكن يضيع لك الصداع ده. واضح كده؟ المريض في كتير جدا من المرضى بيجي لك سايلنت، بيجي لك روتين كده، تلاقي 200 على 100 وسبحان الله ما عندوش اي مشكله خالص، غير مره مثلا حصل له ابستكسس، مره حصل له دوخه، وممكن ما حصلوش اي حاجه من الحاجات دي. المريض يقول لك يا دكتور الحمد لله انا ما فيش اي عرض من الاعراض دي. هقول له انت خلي بالك، انت عامل زي العربيه اللي التابلو بتاعها المؤشرات كلها بايظه عنده. بقول للمريض بتاعي ان العلامات دي نعمه من عند ربنا، ان يجي لك صداع او يجي لك دوخه او يجي لك اي حاجه، طبعا مش بنتكلم في لا قدر الله جلطه ولا حاجه، يجي له حاجه في تقول ان في مشكله عندي، دي نعمه. عامل بالظبط زي مؤشر البنزين عندي، العربيه عاوزه بنزين اه تنور، العربيتك هتلاقي الكاوتش ينام شويه تلاقي في علامه ظهرت، الزيت مش عارف ايه، كل حاجه ليها لمبه. فجسمنا في حاجات زي كده، لو في مش عارف ايه يعمل صداع، لو في ايه يعمل بوليوريا، لو في ايه مش عارف يعمل. فبقول للمريض لو انت ما عندكش عرض من الاعراض دي هتاخد علاج، وانت اولى من غيرك باخذ العلاج. ليه؟ لان انت سايلنت، وده سايلنت كيلر طبعا، من اكتر الاسباب اللي لا قدر الله بتسبب وفيات وجلطات وستروك وام اي، وتوقع ناس كتير. موضوع ضغط، فالضغط ده لا يستهان به ابدا، ابدا ابدا يعني. تمام يا جماعه.
بالنسبه يا جماعه لو احنا عندنا الثلاث قياسات، فوق ال 160 على 100، محتاجين ثلاث قياسات. الحاجات يا جماعه اللي هي بالنسبه لي الارجنسي والامرجنسي، لما بنتكلم فوق 180 على 110، دي بالنسبه لي دي حاله هايبرتنسيف ايرجنسي او امرجنسي بقى، حسب بقى في عنده اورجان دامج او لا، ودي ان شاء الله هنحاول بنتكلم عليها. بس الفكره كلها ان انا بتكلم دلوقتي على حالات اللي مش ما فيش فيه هايبرتنسيف كرايسيس بمعنى اصح. انا بتكلم في ارقام ما فيهاش هايبرتنسيف كرايسيس. ماشي كده. هدفي لجميع المرضى الضغط يكون اقل من 140 على 90، خاصه لو فوق سن 65، والافضل يكون اقل من 130 على 80 لو سن اقل من 65. يعني ايه؟ ترجمه، يعني المريض الالدري او كبير السن ده مريض انا بخاف ان ما يحصلوش برفيوجن كويس للبرين عنده. تمام، فبالتالي انا بسمح لحد 140 على 90 في الهاي نورمال، وعشان الناس دي عرضة اكتر من غيرها للبوزيشنال هايبوتنشن. ماشي كده. فانا عاوز يبقى عنده برفيوجن كويس، وده بيقلله برضو من فرص الدوخه والبوزيشنال هايبوتنشن، فبالتالي مسموح لي بسيب له الحبل شويه لحد 140 على 90. يعني ما تقرص قوي معاه. هتروح منزله ل 110 على 70، هتلاقي طول الوقت دايخ. هتلاقيه في المسجد مثلا سجد يروح واقع، مش عارف ايه حصل له ايه، يقوم من على السرير فجأة يدوخه يروح واقع واقع. فبالتالي لا، المرضى آه، الطبيعي يكون اقل من 140 على 90 زي ما قلت لك، وخاصة لو فوق سن 65. لكن كتير جدا من المراجع، وبرضو انا كنت منزل لكم تجميعة لطيفة الجايد لاينز المختلفة، وكل جايد لاين تقريبا معظمها آم، يعني ايه ارقام متقاربه. التارجت ده يقول لك لا يكون اقل من 140 على 90، وده الغالب. ضمن يقول لك لا انا عاوز انزل ل 130 على 80، وبعضها زي ما احنا كاتبين الارقام بتختلف من الجايد لاينز، لكن متوسط ارقام هي 130 80 لحد 135 على 85. واب تو ديت ذاكرها بالنص قال لك ان الجايد لاينز اختلفت في الحته دي، بس ده الافرج بتاع الارقام التارجت بتاعتها. وبعض الحالات زي المرضى فوق 75 سنه والمرضى اللي عندهم بوزيشنال هايبوتنشن او الادويه عندهم عامله لهم سايد افكت، هدفنا ان احنا نوصل لاقل من 140 على 90. طبقا للامريكان فاميلي فيزيشن، لو اي مريض ضغطه السيستوليك فوق 160 او الدايستوليك فوق 100، او السيستوليك فوق الرقم المطلوب ب 20، او الدايستوليك فوق 10 على الهدف المطلوب، بنبدا كومباينيشن. اصحى للكلام بقى، اصحى للكلام، ركز معايا. اي مريض يجي لك السلام عليكم وعليكم السلام، انت مريض ضغط؟ اه انا مريض ضغط. سواء انت اللي شخصته خدنا الثلاث قياسات بتوعنا زي الفل، او خلاص بصمنا ان ده هايبرتنسيف بيشنت، او ان هو اصلا هايبرتنسيف ده جاي يتابع معاك في العياده. ودول غالبيه المرضى اللي هيجوا لك، انت مش كل الناس في الدنيا انت اللي اكتشفتهم يعني. 90% من المرضى اللي هيجوا لك سواء في المستشفى او في عيادتك هم مرضى ضغط، وانت بتتابع معاهم. سواء انت الدكتور الجديد اللي في المكان او مكان زميلك، او عمل شيفت ليك لو انت في عياده خاصه لاي سبب. الشاهد، ايه يا حاج بتاخد ايه؟ والله يا ابني والله انا باخد ضغط مش عارف اخرة الضغط ده ما بينزلش ليه، 170 مره 180 مره مش عارف 175. انت بتاخد ايه؟ باخد مثلا اي سي انهبيتور، يقول لك نوع معين مثلا زيستريل، او بياخد مثلا نوع مونوثيرابي. وانت مغمض عينيك بعد ما تشوف القياسات دي قول له يا حاج ده مش هيظبط معاك الضغط لوحده، لازم نوعين، لازم نوعين. ماشي كده. وبعض الجايد لاينز الثانيه بتتكلم 150 على 90، فخلينا الاسكيمات نتكلم على موضوع الكومباينيشن ده. بس مبدئيا حد ادنى 160 سيستوليك او دايستوليك 100، ده غالبا هيحتاج كومباينيشن، يعني ناخد نوعين مع بعض. اب تو ديت والبراكتس حتى بيصدق هذا الكلام، ان النوعين ادويه ضغط مع بعض اكثر فعاليه واقل في السايد افكت من نوع واحد بجرعه عاليه. ترجمه يعني ايه؟ يعني ان انا ادي مثلا جرعه اي سي انهبيتور او اربس مثلا بجرعه بسيطه، مع كالسيوم شانل بلوكر بجرعه بسيطه، احسن ما ادي الماكسيمم دوز بتاعه مثلا كالسيوم شانل بلوكر لوحده. مثال، كل الكلام ده جاي يا جماعه، ما تقلقوش، احنا ان شاء الله ما وراناش حاجه غير الادويه والسيناريوهات، هنخرص الورشه والدنيا كلها ان شاء الله متظبطه مع كل الناس. بس مثال مثلا كالسيوم شانل بلوكر
الاملودوبين الستارتنج دوز بتاعتي 5 مللي جرام، الماكسيمم دوز في البراكتس 10، في الكتب اللي بس احنا ما بنشتغلش بيها خالص 20. ماشي. طب انا بيشنت بياخد 10 مللي جرام املودوبين ولسه ان كنترولد، وخصوصا لو عنده كرونيك ديزيز تاني دايابيتيك ولا حاجه، الاحسن والاكثر فاعليه والاقل من السايد افكتس ان انا اقول له خد لك املودوبين خليها 20، وهجيب لك يا دكتور 100 مرجع واثبت لك كلامي، فلان تيلور مش عارف كاتب ايه ومش عارف مرجع كاتب ايه كاتبين 20 اهو. حضرتك ماشي، بس ربنا يرزقنا الفهم والعلم، يعني مع مش بس ان احنا بنجيب كلام ونكرره، لا، ان انا هدي كومباينيشن اروح مديله مع الكالسيوم شانل بلوكر اربس مثلا فالزرتان 80 مثلا ولا حاجه، هيبقى اقل من السايد افكت ان انا اديله املودوبين 20، واكثر فاعليه. الاثنين اشتغلوا باثنين ميكانيزم مختلف، فبالتالي الافيكاسي احسن في تنزيل الضغط. ممكن تروح مزود له الجرعه ما ينوبكش منها غير سايد افكت زياده، تلاقي عنده براديكارديا، تلاقي عنده كونستيبيشن محترم، تلاقي رجله ورمت. تمام كده. مره واحد قال لي انا دخلت خدت املودوبين 20 دخلت الاي سي يو. مش بقول لك ان اللي هياخد املودوبين 20 لازم يخش الاي سي يو، مش قصدي كده. قصدي ان انت ليه بتخلي كل حاجه توصل للماكسيمم. فبالتالي مونو ثيرابي بجرعه بسيطه، سوري الكومباينيشن بجرعتين باللو دوز من نوعين كومباينيشن مختلفين احسن من مونوثيرابي بجرعه عاليه. اظن الحته دي واضحه. ونفس الكلام في التريبل ثيرابي، ان ادي الثلاث انواع بجرعات بسيطه، ماشي، احسن ما ادي بالماكسيمم دوز بتاع الكومباينيشن، نفس القاعده بالظبط. آه... تمام تمام. طبقا للاب تو ديت، لو الضغط اقل من 160 على 100 ومفيش كوموربيديتس معايا ومفيش استجابه لايف ستايل موديفيكيشن، بنبدا بالمونوثيرابي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي مريض ضغطه مثلا او مريضه 150 على 90، طب اعمل لايف ستايل موديفيكيشن الست اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. طب ظبطي وزنك، طب امشي كل يوم نص ساعه، طب قللي من التوتر، وبرضه طول الوقت 150 155 90 95 طول الوقت بعد 3 ل 6 شهور. وطالما ضغطها اقل من 160 على 100 هبدا معاه مونوثيرابي، اي انهبيتور مثلا بجرعه بسيطه، كالسيوم شانل بلوكر بجرعه بسيطه. طبعا هنتكلم على ريكومنديشن ان كل واحد، كتير جدا من المرضى بيكون ليه بريورتي عن التاني، يعني ده دايابيتك لا اولويه عندي مثلا اي سي انهبيتور او اربس، ده عنده بناين بروستاتيك هايبربليزيا لا الاولويه عندي مثلا الالفا بلوكر، ده اصلا عنده مايجرين فالاولويه عنده هكلمكم في الحته الجدليه بتاعت البيتا بلوكر، لا ده بوست ام اي بقى، ده كده كده لازم هياخد مثلا بيتا بلوكر. انا قصدي الشاهد ان كل مريض ليه الاولويه بتاعته، وهنحط طبعا الاسكيمات يعني الطبيعي في قاعده عامه مش كل المرضى عندهم اذر كوموربيديتس يعني. بيقول لك لو نون بلاك بيشنت ستارت وذ دايوريتك او اربس او كالسيوم شانل بلوكر، ولو البيشنت بلاك، بلاك يا جماعه مش قمحاوي، يعني ايه؟ مش ابيض بس مش ابيض قوي مش عارف ايه، لا بلاك، ماشي كده يا جماعه. فبلاك ده لو حد بيشنت جاي لحضرتك بلاك، تمام كده، ده الاولويه عندي للدايوريتك والكالسيوم شانل بلوكر. ماشي. وبالنسبه للبيشنت لو مش بلاك ممكن ابدا بدايوريتك او اربس او كالسيوم شانل بلوكر. بالنسبه ل في نوتس كنت منزلها مواعيد اخذ الادويه، ولكن في قواعد عامه في اخذ الادويه. المريض اللي بياخد دايوريتك بلاش تخليه له بالليل عشان ما تضايقهوش كل شويه يروح التويليت ولا حاجه تيورينيت، فده هيبقى مزعج بالنسبه له. ماشي كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، معظم الادويه الصبح زي بالليل، معظم الادويه الصبح زي بالليل، بس بشرط في نفس الميعاد. الاستثناء عندي خلي البيتا بلوكر الصبح، خلي الدايوريتك الصبح. ماشي كده. طب اقول لك السكيما الفتها لك دلوقتي وهي علميا صح.
خلي كل الادويه الصبح على الريق، ما عدا الالفا بلوكر. لو المريض بياخده خليه بالليل، وخصوصا الناس الالدري عشان ساعات بيعمل بوزيشن هايبوتنشن وممكن يدوخهم، فخليه كده كده البيشنت هياخده بالليل. فلو انت عاوز تحط لنفسك سكيما يا دكتور عشان ما تلخبطناش بالله عليك وتجيب لنا يمين وشمال تقعد تفزلك علينا، قول لنا جمله مفيده. الجمله المفيده حتى عوام الناس عارفاها، يقول لك انا باخد العلاج الصبح على الريق. هل ده علميا بيريحنا وبيريح المريض؟ اه. هل ده صح؟ اه. المريض يا دكتور بياخد 3 و4 ادويه بعد اذنك. انا فاهم الفزلكه بتاعتك، قول لي لو بقى بياخد كده دواء هو مش عاوزهم ياخد كلهم مع بعض، برضه هقول لك ان كتير من المراجع قال لك الكومباينيشن هو احسن. يعني لو في حاجه تقدر تديها 2 في 1 احسن. تريبل ثيرابي زي ما هنشوف الادويه والاسم يعمل تجاري احسن. اه. لا برضه يا دكتور انا ما عنديش كومباينيشن. انا ما عنديش كومباينيشن في 4 ادويه. الراجل ده بياخد بيتا بلوكر وبياخد اربس وبياخد كالسيوم شانل بلوكر وبياخد دايريتك، يا دوبك في نوع فيهم كومباينيشن او حتى تريبل ثيرابي وعنده نوع تاني. ينفع اخلي نوع قبل الفطار ونوع قبل العشاء؟ هقول لك اه. بس مبدئيا خلي الدايوريتك والبيتا بلوكر على قدر الامكان يبقوا مع الحاجات بتاعت الصبح، ولو في الفا بلوكر خليه بالليل. البيتا بلوكر بعض الدراسات برضه، مش هقول لك الجايد لاينز وان دي معروفه وتفتح اب دي تلاقيها في وشك اول ما تفتح، لا، بعض الدراسات ربطت ما بين اخذ البيتا بلوكر بالليل وما بين الدبريشن. هو اصلا ساعات بيعمل ديبريشن. وعلى فكره يا جماعه الكلام ده المفروض ما اقولهولكوش. سوري، مش ما اقولهولكوش انتوا كدكاتره. المفروض ما نقولهوش للمريض وش كده. كتير جدا من الادويه بتاعه القلب والضغط، بتكلم كتير مش كلها، ساعات بتعمل ديبريشن، وساعات بتعمل ريكتال ديسفانكشن عند بعض الميلز، بس مش شرط. ماشي كده. فالمريض كل ما يقعد يقرا قوي في البامف تلاقي كتير جدا من المرضى مش عاوز ياخد العلاج، مش عاوز ياخد العلاج، مش عاوز. فتقول له بس صارحني كده، وخصوصا لو ميل، انت مش بتاخد العلاج ده ليه؟ يقول لك يا دكتور والله من ساعه ما خدت الادويه كتير حصلت جلطه، وكنت بيدوا ايس انهبيتور وبياخد بيتا بلوكر وبياخد مش عارف ايه وايه وايه، فالموضوع اثر معاه. فده تعمل معاه ايه؟ تقول له روح لدكتور القلب، ما تتطوعش انت. لا تتطوع، لا تتطوع. قول له روح لدكتور القلب بتاعك، احدفها لزميلك. ماشي. قول له انا العلاج ده عامل لي كذا وكذا وما تقلقش كل حاجه ليها بديل. ففي حاله ان عندك المريض في كذا، وطبعا ما تتطوعش انك تكتب لحد زي ما احنا قلنا في ميني فارما ادويه علاج البطن لما اتكلمنا على السلفادينيل واخواته والجروبات ديت كلها. البيشنت الكاردياك خلي بالك منه جدا، ما تقعدش تكتب له الادويه دي، فيها مشكله الا فيها استثناءات، وخصوصا لو بياخد نايتريتس. تمام كده. فموضوع الدراج انتراكشنز دوت موضوع كبير، وموضوع السايد افكت موضوع مهم وخطير لا يستهان به. الشاهد ايه؟ الشاهد ان خلي القاعده بتاعتك الادويه كلها على الريق، ما عدا لو بياخد الفا بلوكر سواء للضغط او بياخد البروستاتا زي التامزولوزين اللي هو الاومنيك اوكاس والحاجات دي كلها، ده يبقى بالليل. رقم 2، لو هيقسم الادويه احرص ان دواء بتاع السايزايد او الدايوريتك بصفه عامه تبقى الصبح، والبيتا بلوكر الصبح، واي دواء تاني يبقى بالليل. اظن كده ايه يعني، دي رولز بتسهل الموضوع. نبدا بأني مجموعه ما نبداش بأني مجموعه ان شاء الله. هكتفي، مش عاوز اكتر قوي النهارده من الكلام. احنا ما طولناش في الوقت بس كترنا من المعلومات. اخشى ان انا اروح مزود شويه فالدنيا ايه تقع. اتمنى الناس كلها تكون استوعبت النوتس اللي احنا قلناها النهارده، واتمنى النهارده المحاضره لطيفه وظريفه. الدنيا بالنسبه للناس يا جماعه الكلام اللي احنا قلناه تمام ولا في حاجه مش واضحه؟ تمام. جزاكم الله خيرا يا جماعه على حسن الاستماع. بقول يا جماعه في نقطه مهمه، احنا بشر. بزعل جدا لما الاقي حد كاتب لي سكرين شوت من حد تاني في البروفايل بتاعه، دكتور أيمن مرسي عنده أخطاء
علميه ومش عارف ملوش دعوه بالجايد لاينز، ومش والاقي حد اتواصل معاه. ما اعرفش اتواصل معاه اصلا. انا بالنسبه لي ما اعرفش حد بعت لي سكرين شوت يعني. فهو يتواصل معايا، طب حضرتك اصلا مشترك في الكورس؟ لا، انا في حد بعت لي الPDF. يعني شوف البجاحه، هو اصلا مش مشترك. قلت له طب حضرتك الPDF انا مش بسمح اصلا ان في حد. ده هو اللي تواصل معايا، تواصل مع الدعم، فاكر ان انا بعد كده ادوني رقم يعني. فقلت له انا مش بسمح. قال لي انا دوري ان انا بصحح الاخطاء في البروفايل بتاعه، ان هو بيصحح اخطاء الكتب المشهوره والناس اللي بتدي الكورسات، ربنا يبارك فيه. وعلى فكره احنا مش ضد اي حد، بالعكس دي حاجه كويسه ان حد يخش. بس اول حاجه، حضرتك حد سمح لك تاخد PDF؟ لا. طب رقم اتنين، سيبك بقى من خد الPDF، اعتبره حد مشترك. رقم اتنين، حضرتك سمعت المحاضره؟ قال لي لا بس انا قرات الPDF. قلت له هو مين قال لك ان احنا قايلين كل الكلام في الPDF؟ الPDF ده رؤوس اقلام. يعني الكلام الPDF احنا لحد دلوقتي خلصنا 3 صفحات، لو انا بقراهم كان زماني خلصت في 5 دقائق. هل انا دلوقتي باجي بفتح الPDF؟ فبالتالي هل يعني فالنقطة المهمة ايه؟ حضرتك ما تعتمدش على الPDF بس، ارجوك اسمع الشرح اللي موجود في الPDF، لان مهما كتبت في الPDF ووضحت مش هيبقى زي الشرح نفسه. رقم ثلاثة بقى، وده الأهم. رقم ثلاثة وده الأهم، نفترض يا عم أنت لقيت لي عندي أنا أو أي زميل في خطأ، من باب الإيثكس وباب الأمانة العلمية، وده الهدف يعني، إحنا مش باب الاسترسال. والله يا دكتور أنت شايف إن أنت مختلف مع دكتور أيمن أو مختلف معايا، تواصل معايا. وعلى فكرة ربنا يعلم أنا أحرص حد إن أنا عاوز أوصلك معلومة صح، إن ربنا يحاسبني على الكلام اللي بقوله لك. هي الفكره كلها اللي انا حريص ان انا اقول لك معلومه صح اصلا. يعني انت لو انت شايف ان انا بقول لك معلومه غلط، علما بان انا ما وريش حاجه غير ان انا بجهز لك من الجايد لاينز. امال مين اللي يجي يعمل الجايد لاينز؟ مش باب التزكيه النفسي. انا طول الوقت فاتح الجايد لاينز طول الوقت. ليه؟ انا معايا ناس دلوقتي سامعاني من مصر، وناس معانا من كندا، وناس معانا من كذا، وناس من اول الGP لحد الاستشاري. فيا عم حتى لو انا مش حد امين، انا حد حريص على سمعتي ان اقول لك كلام صح. تمام كده؟ يبقى اب تو ديت. السكرين شوت اللي جبت لك في اول صفحه دي انا لسه واخد سكرين شوت النهارده. لو في اي حاجه دي اتاكد ان انا بتابع، وطبعا بسدد وبقارب. ما بقولكش ان مفيش حاجه ما بتعديش عليا، انا في الاخر بشر. بس من باب الايثكس، لو انت مختلف معايا ما تطلعش تقول كلام بدون علم وتشهر بزميل، او تقول كذا او كذا وتعمل بلبله، وتلاقي كذا حد باعت لي السكرين شوت. لا، والله تواصل معايا. السلام عليكم دكتور ايمن، والله انا مختلف معاك في النقطه دي كذا كذا، وناخد وندي. ولو في حاجه خطا انا ما عنديش اي مشكله خالص. واكتر من مره، تحديدا المره اللي فاكرها لما كنا زمان بنتكلم على هيباتيتس B و C والرضاعه، وكنت انا على الكلام القديم اللي هي بيشنت بتاع هيباتيتس B ما ترضعش. في زميله قالت لي يا دكتور والله الCDC والWHO الكلام بتاعهم ان هي ترضع. وزميله فاضله جدا حتى كانت معايا زماله في الزماله، مش فاكر كنت انا خلصت الزماله ولا كنت اثناء الزماله. وانا طلعت يا جماعه حتى في كورس عياده 2 هتلاقي متعدله البيشنت بتاعت هيباتيتس B وهيباتيتس C ترضع طبقا للCDC. فما فيش مشكله خالص انك تقول لي يا دكتور والله في ابديتس مختلف، بس بشرط ان هو يكون فعلا في اختلاف. لان في حاجات زي الارقام اللي ذكرتها لك النهارده هي ارقام مختلفه، مفيش حاجه فيهم صح وحاجه غلط. انا بتكلم في معلومه تقبل الصواب وتقبل الخطا. جزاكم الله خيرا مره تانية على حسن الاستماع. وان شاء الله ميعادنا في المحاضره الجايه. وهبص على التكست ثانيه واحده بس. ابص في حد بيقول لي اسئله، عشان معلش زرا انا مش متابع يا جماعه التكست قوي. اه بالنسبه للموضوع الاكل وعدم الاكل، لو تقصدوا النقطه دي. بصوا يا جماعه، الاصل في ادويه الضغط الجيل القديم والجيل الجديد ان هي على الريق. ماشي كده؟ ده هيمشي معاك في الادويه القديمه اللي بتتاثر بالاكل والادويه اللي ما بتتاثرش بالاكل. تمام؟ بعض او غالبيه الادويه النيو جنريشنز بتاعت معظم الشركات دلوقتي ما بتتاثرش بالاكل. غالبيه الادويه ما بتتاثرش بالاكل دلوقتي. وبرده بعد المحاضره ان شاء الله هنزل لكم جدول، لان ادويه كتيره صعب ارص لك دلوقتي 20 او 30 دواء واقول لك ده قبل وده بعد، هتلخبط. الطبيعي ثبت الادويه بتاعتك. لو انت عاوز سكيما برضه ما تتلخبطش، ثبتها كلها قبل الاكل. لو المريض نسي العلاج ياخده بعد الاكل.
يا دكتور بعد ما فطرت افتكرت العلاج، خد العلاج ما تفوتش الجرعه، انت هتسيب العيان كده 24 ساعه في الهواء؟ ياخد العلاج بتاعه. يا دكتور انا افتكرتها الظهر، خد العلاج. انا افتكرتها العصر، خد العلاج. انا افتكرتها بالليل، ركز معايا بقى، ركز معايا. افتكرتها بالليل وهو اصلا ميعاد الجرعه خلاص تاني يوم ياخدها الصبح، اقول له قيس ضغطك، قيس ضغطك. ركز معايا في الحته دي. لو انت ضغطك لقيته نورمال، خلاص. العلاج ساعات بيستمر في الجسم 36 واحيانا 48 ساعه، عقبال ما يبتدي طبعا يحصل لخبطه يوم واثنين وثلاثه بعد. لو انت لقيت الضغط بتاعك طبيعي، خلاص هتعمل ايه؟ هتروح واخد جرعتك تاني يوم الصبح، مفيش مشكله خالص. طيب يا دكتور السؤال هنا، ركز معايا في الحته دي واخر حاجه هختم بيها. لو لقيت ضغطك عالي، لو لقيت ضغطك دلوقتي عالي، انت المفروض تاخد علاجك الصبح ونسيت، ما لقيتش العلاج، كنت مسافر ما لقيتش صيدليه تشتري لاي سبب من الاسباب، وجيت بالليل لقيت ضغطك طبيعي، خلاص اصبر تاني يوم خد جرعتك في ميعادها. لقيت ضغطك عالي، تعمل ايه؟ تاخد الجرعه بتاعتك. طب يا دكتور واحده واحده، طب الصبح هعمل ايه؟ الصبح اول ما تصحى على الريق ما تعملش حاجه، اصبر في نص اليوم. ما هي بتبقى لخبطه معلش، بس لازم تشرح للمريض وتتابع معاه، ما هو نسي علاجه هنعمل له ايه؟ اصبر لنفس تاني يوم الصبح ما تاخدش علاجك في ميعاده، اصبر نص اليوم. تاني يوم مثلا في نص اليوم خد الجرعه بتاعتك، هنوسطن الجرعه يعني، تمام كده. وبعد كده اليوم اللي بعده خدها على الريق زي ما هي عادي، مفيش مشكله خالص. تاني لو ضغطك طلع بالليل كويس، اصبر تاني يوم خد جرعتك وخلاص. لو لقيت ضغطك عالي، خد الجرعه بتاعتك بالليل حتى لو هي ميعادها الصبح، بس تاني يوم الصبح مش اول ما تصحى على طول تروح واخد العلاج. اصبر، فوت لحد نص اليوم كده ولا حاجه، وبعد كده خد العلاج بتاعك. النوتس يا جماعه اللي بنزلها دي بنزلها على صفحه الفيسبوك، وبنزلها على قناه التليجرام، هي مجانيه للجميع، مشترك وغير مشترك. ماشي. و هنزل لكم اسماء التطبيقات دلوقتي على طول حالا ان شاء الله اول ما اقفل الميتنج، وهنزل لكم الصفحه اللي كنت مجمعها مواعيد جرعه علاج الضغط. جزاكم الله خير مره تانيه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.